الملك محمد السادس بالعكاز في اهم حدث في المغرب. ما كاينش اللي ما لاحظش مؤخرا انه الملك عيان واحد شويه، وهذا الشيء اللي بان في اخر ظهور ليه في التعيين الوزاري، واللي فيه غيدخل 14 وزير جديد، من بينهم 6 ديال الوزيرات وغادي يخرجوا 8 ديال الوزراء، في الوقت اللي 16 وزير صلاو 2 ركعات من بعد ما حافظوا على المنصب ديالهم. وبهكذا عدد الوزراء غير ارتفع من 24 ل 30 وزير. اغلبيه ديال هذا الوقت اللي فيه جلاله الملك استقبل هاد الناس كان مقاتل معاهم وواقف باش يسلم عليهم، ولكن بما انه هاد المراسم كياخذوا وقت طويل فالملك غيعيا ويجلس باش يرتاح عاد باش غيكمل معاهم في هاد المراسم. ولكن واخا هكاك معليش، المهم الهبه والدق بلا سكات هاد المره. من بعد 5 ايام غيعاود يبان الملك وهو كيستقبل ماكرون ومراته، وغيحضروا معاه اغلبيه افراد العائله الملكيه. الامير مولاي الحسن بحال ديما دار بالحطه ومأنتك نعم سيدي، في الوقت اللي هاد المره لاله خديجه غتبان مفركسه بمكياج خفيف كيناسب عمرها اللي هو 17 عام، وحرفيا كتبان مستعده باش تكتسح العالم. فشنو هو المشكل اللي عند الملك واللي خلاه يستخدم العكاز الطبي؟ واخا راه الغد ليه في العشاء بان الملك هو متحسن بشكل كبير. وعلاش هاد المجيه ديال ماكرون مهمه بزاف لا للمغرب ولا لفرنسا؟ وشنو هما الحوايج اللي داروا والاتفاقيات اللي تسناو في هذا اللقاء التاريخي، وعلاش اصلا هو تاريخي؟ زياره ماكرون للمغرب دايره بحال العرس ديال اختك الكبيره، كلشي فرحان فيه وفي نفس الوقت راد البال ودير الصواب باش ما يتحاشمش مع الضياف. في هذا الحدث المهم لا الصحافه الفرنسيه ولا المغربيه غيديروا تغطيه اعلاميه اكثر من العرس ديال ولد الملياردير ارانت امباني، خصوصا وانه الملك واخا عيان الا انه في مشهد اللي كيجيب تبوريشه كيوقف الموكب ديالو وكيهبط من الطوموبيل باش يسلم على الناس. واوف كورس ماكرون طار بالفرحه وعاش النجوميه فاش شاف الحب ديال الناس، وما فراسوش انه بنادم ناشط وغيطير بالفرحه غير حيت شافوا الملك حداهم وكيسلم عليهم. هذه ماشي اول مره اللي غادي يبان الملك بعكاز طبي، واول مره كانت في 2012 فاش دش قاعه متعدده الرياضات في مدينه العرويح ديال الناظور، وثاني مره كانت في 2015 فاش مشى يشوف فين وصل البروجي ديال مركز التشخيص وعلاج الامراض المزمنه. وهاد المره عاوتاني غيبان به بسبب انكماش عضلي في الظهر من جهه اليمين واللي ناتج على الضغط ديال العصب الوراكي. عرفتك ما فهمتي حتى وزه من هاد العجب اللي يلاه قلت لك، ولكن من الاخر كتعني السياتيك، وبالتالي ماشي شي حاجه اللي خطيره، ولكن في نفس الوقت كتسبب بزاف ديال الحريق واخا كيخصها الراحه. واصلا دغيا كيتحل هذا المشكل، الا ان هادشي كيدل على انه السيد واقف على شغله وما دايرش السبه. ودابا من بعد ما طمأنينا على الصحه ديال الملك ومن الاخر شكون هادو وعلاش كل شويه نايضين جالسين ومصفقين، ماكرون فرحان ومتحمس لهاد المجيه اكثر من نهار عرسو مع بريجيت. مباشره بعد ما وصلوا للقصر غيتم التوقيع على 22 اتفاقيه، خصوصا وانه ماكرون غيجي مع 22 شخصيه مهمه من بينهم وزراء ورجال اعمال كبار. اول 4 ديال الاتفاقيات كانوا ما بين مدير ديال لونسيف مع مدراء عامين لشركات كبار بحال الستوم وسيسترا وايجيس جروب وفوسلو، وكلهم شركات مختصين بالتصميم ديال الطرقان ديال الترانات او البيع ديال المعدات ديال الترانات. زيد على هادشي الاصلاح البنيه التحتيه ديال السكك الحديديه بشكل عام وخصوصا بين قنيطره ومراكش. 5 اتفاقيه كانت بين وزير الصناعه والتجاره مع رئيس شركه سافرون باش يديروا ورشه ديال صيانه واصلاح المحركات ديال الطياره بقيمه 130 مليون اورو. وسادس اتفاقيه كتخص تطوير قطاع الهيدروجين الاخضر واللي توقع ما بين كل من مدير توتال انرجيز وتوتال انرجيز اش 2 ووزير الداخليه عبد الوفي الفتيت ووزيره الاقتصاد والماليه ووزيره الانتقال الطاقي وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العموميه. وحتى من الاتفاقيه السابعه كانت بخصوص الطاقات المتجدده والانتاج ديال الشبكات الكهربائيه. ثامن اتفاقيه غتكلف فرنسا 3 ديال المليار درهم واللي غتخصها بهدف الاستثمارات في المغرب وخصوصا في الصحراء، واللي كانت ما بين الوكاله الفرنسيه للتنميه والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار. اما الاتفاقيه التاسعه والعشره فكانت ما بين كل من وزير الداخليه ديال المغرب وفرنسا بخصوص التعاون في مجال الوقايه المدنيه ومكافحه الحرائق. ونمشيو من الاتفاقيه رقم 11 حتى لرقم 13 واللي فيها فرنسا غتحط 200 مليون اورو في اقاليم الجنوب على اي حاجه عندها علاقه بالموانئ وتطوير الموارد المائيه والفلاحه والصيد البحري. وهنا شبكات تخليطات الوزراء اللي وقعوا، اهمهم وزير التجهيز والماء وفوزير القجاء ووزيره الماليه ووزير الفلاحه. ومن الاتفاق 14 حتى الاتفاق 16 الاغلبيه ديالهم كان ما بين الوزراء ديال التعليم الاولي والعالي والبحث العلمي، كلهم بهدف يطوروا منظومه التعليم في المغرب. 2 اتفاقيات من بعد هادو كانوا في المجال الثقافي والصناعات الثقافيه والتطوير ديال منظومه الفيديو جيمز وانهم يقدوا مدينه خاصه غير بالالعاب الالكترونيه. الاتفاق رقم 19 كان بين المكتب الشريف للفوسفات والوكاله الفرنسيه للتنميه وغيكون بهدف انهم ينقصوا من الانبعاثات ديال غازات الكربون وتطوير الامن الغذائي واللي غيكلفهم 350 مليون اورو. في الوقت اللي الاتفاق العشرين غيكون بين المكتب الشريف للفوسفات نيت وشركه ديال انجي اللي داخله في اي حاجه عندها علاقه بتوليد الكهرباء والتوزيع ديالو والغاز الطبيعي والطاقه المتجدده. وفي هذا الاتفاق هذا كانوا فيه 5 ديال المشاريع بينهم شبكه النقل الكهربائي والهيدروجين الاخضر والكهرباء الاخضر والتحليه ديال الماء على قبل الزراعه واي بحث عنده علاقه بهذا الشيء اللي يلا ذكرت لكم.
ديالهم، وبغاو يزيدوا يكبروا المزرعه الريحيه اللي كاينه في تازا ويوصلوا الطاقه ديالها 63 ميجاوات، واللي غتوفر الكهرباء ما بين 50 حتى ل 60 الف دار. وبالتالي غالبا غادي يخصهم يزيدوا 21 حتى 30 توربينه ديال الريح. وهذا الشيء هو اللي جا في الاتفاق 21 بين كل من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والمدير العام لشركه EDF ديال الطاقه المتجدده. وباش يطوروا الميناء ديال الناظور ويزيدوا اكثر من مليون كونتينر، شركه النقل البحري العالميه CGM و CMA غيستثمروا 259 مليون اورو في هذا البروجي.